مجلة ذا نيوز طلعت إحصائية كانت بتتكلم فيها عن أهم 15 وظيفة في المستقبل، وكان من ضمنهم سوفت وير انجينير، فول ستاك انجينير، ماشين ليرنينج انجينير، بلوك تشين انجينير، والداتا اناليسيس. وقبل ما تتعلم أو تخش في أي مجال من المجالات ديت أنت لازم تروح لخطوة تانية قبلها، وهي البرمجة. ويمكن دوت بيفسر ليه توجهات دول كبيرة زي روسيا وزي الهند بيحاولوا إن هم يستثمروا في مهارة زي ديت، لأن هم عارفين إن هي هتعمل لهم دخل عالي. ولكن السؤال هنا، ليه البرمجة مهمة لكل إنسان حوالين العالم خصوصا في 2024؟ أنا عبد الرحمن زيدان، ودي قناة فوكس لاب. عشان نفهم ليه البرمجة مهمة تعال نتكلم عن أهمية الكمبيوتر، أو قبل كده شوية تعال نتكلم عن بدايات الكمبيوتر. في سنة 1948 كان في اتنين، واحد اسمه فيدريك ويليامز والتاني اسمه توم كليبرن. الاتنين دول اخترعوا أول كمبيوتر في جامعة مانشستر. اخترعوا الكمبيوتر دوت وكان كمبيوتر ضخم جدا، ولكن كان بيحتوي على حاجة جديدة ومختلفة وهي الرام. كان في اختراعهم دوت بيحاولوا ان هم يعملوا حاجة مميكنة زيها زي الانسان بالظبط، ولكن خليني اقول لك ايه هي مكونات الكمبيوتر دوت ساعتها. وكانت مكوناته بسيطة جدا، عبارة عن هارد ديسك ورام وبروسيسور. الهارد ديسك كان كل الميزة اللي فيه ان هو بيشيل بس اي حاجة انت عاوزها، او بيشيل البيانات بس. هو عبارة عن كده زي خزنة بيخزن فيها البيانات وشكرا. تاني حاجة وهي الرام هي اللي بتستدعي البيانات من الهارد تحطها على الرام. وتالت حاجة وهي البروسيسور هو اللي بيعمل العمليات الحسابية، او بمعنى اصح العمليات المعقدة على الرام، عشان يقدر ان هو يشغل البيانات، او من الاخر ان هو يعمل العمليات الحسابية بتاعته. ناهيك طبعا عن الاجهزه دلوقتي اتطورت وبقى موجود فيها حاجه زي الجرافيك كاردز عشان تقدر تشغل الالوان، تكون في قوه في الالوان، تقدر تشغل الالعاب، تقدر تشغل حاجات كتير. ولكن ساعتها ما كانش في جرافيك كارد اصلا، بل وانهم هم مش عارفين. يعني غالبا كان الدنيا كلها هي عباره عن شاشه سوداء بيتعاملوا مع دوس وبيتعاملوا مع حاجات غريبه. ولكن في سنه 1948 هم حتى ما كانوش بيتعاملوا بالدوس او بالشاشه السوداء ديت. ولكن خليني اقول لك ساعتها هم كانوا بيبرمجوا عليه ازاي. وهنا خليني اقول لك الناس ساعتها كانت بتبرمج على الورق، وكانوا بيكتبوها بطريقة الماشين كود، او بمعنى اصح الباينري كود. وهنا خلينا نتكلم عن الباينري كود شوية، او عن الماشين كود شوية. عشان نفهم الموضوع دوت احنا محتاجين نرجع للعد الطبيعي بتاعنا، او ايه هي طريقة الاعداد اللي احنا بنستخدمها. احنا في الاول بنعد 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. من 0 لغاية 9 هم 10 ارقام، وعشان كده سموه نظام العد العشري. فرقم 10 انت بتبتدي تحط واحد وجنبيه صفر، يعني بتزود خانة جديدة. نظام العد الثنائي او الباينري كود هو مختلف شوية. هو عبارة عن رقمين، صفر وواحد. وصفر بترمز ان مفيش كهرباء، وواحد بترمز ان في كهرباء، لان ساعتها الكمبيوتر ما بيفهمش غير اصفار ووحيد. ولغايه دلوقتي الكمبيوتر ما بيفهمش اي حاجه غير اصفار ووحيد، بيفهم كهرباء او مفيش كهرباء فقط. وهنا خليني امثل لك نظام الاعداد بطريقه العد الثنائي. يعني مثلا دوت صفر، دوت واحد، دوت اتنين، دوت تلاتة. النظام دوت قدر ان هو يكون زي لغة بين الناس وما بين الكمبيوتر، ولكن اللغة ديت كانت صعبة جدا، فاضطروا ان هم يخترعوا لغة وسيطة ما بين الاتنين. اللغة ديت يقدر ان الانسان يقدر يتكلم بيها مع الكمبيوتر، واللغة ديت تتحول لماشين كود. الفكرة ديت كانت جميلة جدا، وكان صعب ان هم يوصلوا لها، ولكن قدروا ان هم يوصلوا لها ساعتها، واختاروا لغة اسمها اسمبلي. اسمبلي هي برضو لغة صعبة، يعني هي مش لغة سهلة، هي لغة صعبة جدا. تمام، هي أول طبقة أو أول لغة وسيطة ما بين الإنسان وما بين الكمبيوتر. فيعني هي أكيد كانت لغة مش سهلة، وهي فعلا لغة مش سهلة. وفضلوا يطوروا في لغات البرمجة لدرجة ان دلوقتي في 2024 في اكتر من 800 لغة برمجة حوالين العالم تقدر ان انت تتكلم بيها مع الكمبيوتر، ولكن كلهم في الاخر بيتحولوا لحاجة واحدة وهي الماشين كود طبعا.
تطورات الكمبيوتر ما اقتصرتش فقط على ان انت تضيف جرافيك كارد او ان انت تحسن من الرام او ان انت تحسن من لغة البرمجة. لا، هم حاولوا ان هم يعملوا وسيلة تواصل ما بين الكمبيوترز وبعضها. وهنا خليني شوية اكلمك عن حاجة اسمها ال HTTP بروتوكول. في سنة من السنين قرروا إن هما يعملوا تواصل ما بين الكمبيوترز وما بين بعضها، وكان في حاجة مهمة جدا أو رسالة مهمة جدا، والرسالة ديت أغلب المبرمجين بتستخدمها عشان تتعلم لغة جديدة. الرسالة ديت كان مقصودها إن هما يبعتوا كلام من كمبيوتر لكمبيوتر تاني، وكانت الكلمة ديت اسمها هالو وورلد. الكلمة ديت وصلت من الكمبيوتر الأول للكمبيوتر التاني، ولكن هي ما وصلتش كاملة، بالرغم إن يعتبر العملية ديت ما نجحتش أو التجربة ديت ما نجحتش بنسبة 100%، إلا إنهم انبسطوا جدا وفرحوا جدا. وديت كانت بداية بناء عالم الويب ديفلوبمنت. المستثمرين أول لما عرفوا بتجربة زي كده قرروا إن هم يعملوا حاجة تانية جديدة أو حاجة مختلفة، زي الكمبيوترات القوية أو السيرفرز. السيرفرز بكل بساطة هي كمبيوترات ليها قدرات عالية جدا، بتقدر ان هي تحفظ البيانات او تقدر ان انت تخزن عليها بيانات ضخمة جدا، بحيث ان انت تقدر تشيرها مع الناس وتقدر ان انت تستخدمها حوالين العالم. وده خلى ناس كتيرة جدا تستخدم الكمبيوتر او ان هم يعيشوا على الانترنت او ان هم يتصفحوا الانترنت اكتر من مرة، لان ده حاجة عظيمة جدا. تخيل انت عايش في مصر مثلا او عايش في اي دولة عربية، تقدر تعرف معلومة في امريكا او تقدر تعرف معلومة في روسيا او تقدر تعرف معلومة في مكان بعيد جدا عنك. الموضوع دوت بجد رهيب وجميل جدا، ولكن هو ليه مساوئ. ولكن خلينا نرجع لموضوعنا. يوم ورا يوم ابتدى الاستخدام للإنترنت يزيد، ودوت حاجة لفتت نظر الشركات. ولكن خليني أقول لك إن الموضوع في الأول ما كانش كده. فحاجة على سبيل المثال، فيسبوك اللي بتدخل دلوقتي مليارات الدولارات في السنة، الموضوع ما ابتداش معاها كده. الموضوع ابتدى بويب سايت بسيط جدا من مارك زكربرج، عشان خاطر الناس تتواصل فيه مع بعضها، الناس تتواصل فيه في نطاق الكلية. فبقى دلوقتي بقى فيه أكتر من 3 مليار ونص حوالين العالم بيستخدموا فيسبوك. ودوت خلى الشركات تحب الموضوع دوت جدا. فطلع حاجة بعدها زي تويتر، حاجة زي ريدت وغيره تانية كتير. في حاجات اللي طلعت ونجحت وفي حاجات منها فشلت. ولكن عشان خاطر هي منصة قوية جدا ومنصة كل الناس بتستخدمها، ليه ما تستخدموش حاجة زي اعلانات بحيث ان هي تتحط على مواقع السوشيال ميديا؟ وهنا خليني اقول لك، طالما العامل المادي دخل في الموضوع، خلاص هنا الصناعة ديت هتنفجر، او ساعتها بقى هتبقى صناعة وبقى في حاجة زي الويب ديفلوبمنت. كل الناس دلوقتي بقت بتتطلع ان هي تعمل ويب سايتس جديدة، تعمل ويب سايتس كويسة، عشان خاطر ان هي تقدر تجذب اعلانات، والاعلانات دي تقدر ان هي تجيب لهم فلوس. ولكن مع تطور الموضوع دوت ما بقتش دي الحاجة الوحيدة اللي بقت بتدخل فلوس. وهنا جت تطور بتاع الساس او الساس برودكت او السوفت وير از سيرفيس برودكت. ده معناه ان انت ممكن تقدم ابلكيشن، الابلكيشن دوت بيوفر خدمه على الانترنت وانت تقدر تبيعها وتدي لها سبسكريبشن او اشتراك. سبسكريبشن او اشتراك، ما هما الاثنين واحد. بتدي لهم سبسكريبشن كل شهر، فالموضوع بتقدر ان انت تتكسب منه. تطور الصناعه ابتدى يكون مختلف، ابتدى ان يكون في نوعين من الدخل زي الاعلانات وزي الساس برودكت. ولكن السؤال هنا، ليه في اخر 5-6 سنين البرمجه بقت قويه جدا والناس والشركات كلهم بقوا بيتطلعوا ليها؟ وهنا خليني اقول لك، يعني تعال نتخيل مع بعض، لو احنا النهارده عملنا حاجه بتشتغل مع نفسها وبتقدر ان هي تطلع لك دخل طول الشهر او كل شهر، هل انت هترفضها؟ بل بالعكس، انت هتحبها جدا. فتعالى نتخيل مثلا ان انت مزارع. ايه رأيك لو انا قلت لك ان انت ممكن تعمل سوفت وير بسيط او ابلكيشن بسيط يقدر يحسب لك المحصول، يحسب لك السماد اللي انت محتاجه، يقدر يحسب لك الفلوس اللي هتجيلك من كل محصول انت بتبيعه، الاسعار، يقول لك الاسعار بتاعه السوق دلوقتي، وازاي ان انت تقيم سعرك او ازاي ان انت تكسب اكتر. هل دوت حاجة وحشة؟ وخليني ازود كمان ان كل الحاجات ديت ممكن تطلع بدوسة زرار. هل دي
حاجه وحشه، بل بالعكس دي حاجه هتقول لي فين الحاجه ديت. انا نفسي بزرار واحد يطلع لي تقرير، يطلع لي ريبورت كامل بيقول لي فيه كل حاجه. وهنا ده اللي خلى فيه شراره في عقل الشركات، ان هو لا، انا لازم اروح للبرمجه عشان خاطر عمليه الاوتوميشن. عمليه الاوتوميشن بتفرق جدا، ده غير ان هي حاجه قويه جدا جدا جدا، وانت لازم تكون بتعمل اوتوميشن بالنسبه للشركه. ده اهم شيء ان انت لازم تعمل اوتوميشن للشركه. وحتى في الحياه الشخصيه انا ذات نفسي بستخدم الاوتوميشن، انا بعمل اوتوميشن لحاجات تانية كتير في حياتي الشخصيه. مثلا انا باوتوميت السكريبت بتاع الفيديو، او انا مثلا باوتوميت طريقه التصوير او اللوكيشن بتاع التصوير. في حاجات كتير قوي ممكن يتعمل لها اوتوميشن، ودي حاجه كويسه جدا لكل الناس، ولكن الشركات قدرت ان هي تستغلها. ده غير ان في حاجه تانية، لو انت عملت ساس برودكت والساس برودكت دوت طرقع، فانت ممكن تعمل اعلانات على الساس برودكت دوت، فبقى عندك نوعين من الدخل او مصدرين من الدخل، مصدر للاعلانات ومصدر للسبسكريبشن بتاعك. وده برضو بيؤدي لحاجه تانية، ان خلاص انت بتقلل التكلفه. حرفيا انت بقيت بتعمل اقل تكلفه لكل حاجه. انت لو عايز تبتدي النهارده مثلا تعمل ريبورت مثلا لنقطه المحصول زي ما انا كلمتك فيها، بدوسة زرار انت هتعمل الحاجه ديت مره واحده وهتفضل تشتغل على طول. فعشان كده الشركات بقت متطلعه جدا لموضوع البرمجه، متطلعه جدا لحوار الاوتوميشن. وده شيء كويس، ده شيء مش وحش، ده حاجه بتسهل على حياتنا. ولو انت مهتم بالبرمجه وعايز تعرف ازاي ان انت تخش في العالم دوت وازاي ان انت تنطلق، فخليني اديك بس ديسكليمر بسيط. لان العالم دوت يعني خصوصا في مصر وخصوصا في الوطن العربي هينقسم معاك لشقين، او ايه انا بحب اسميه شق الاهلي وشق الزمالك. في مجموعه من المبرمجين هيقولوا لك انت لازم تتعلم الاساسيات، ولازم ان انت تبتدي بالاساسيات، ولازم تاخد كده سنتين بتتعلم فيهم الاساسيات وبتتعلم فيهم المجال عشان خاطر ان انت تشتغل. وفي ناس بتقول لك لا، في خلال 6 شهور او في خلال 8 شهور انت تقدر ان انت تتعلم الحاجه اللي هتشغلك وتقدر ان انت تخش وتشتغل. انا عايز اقول لك الموضوع دوت في ايدك انت، يعني القرار قرارك، القرار مش قرار يعني اي حد تاني، القرار بتاعك انت. انت لو عارف ظروفك المادية، لو انت طالب وسنك صغير وقادر ان انت ت... يعني تعيش حياتك عادي من غير شغل ومن غير اي حاجة، انا من رأيي روح البيزكس، روح ان انت تتعلم في السنتين دول. لو انت شخص ما عندكش ما معكش فلوس مثلا، او ان انت ما عندكش المقدرة المادية ان انت تقعد سنتين من غير شغل، او عشان خاطر ان انت تتعلم او الحاجات دي كلها، انا من رأيي ان انت تروح في عالم ان انت تروح في 6 شهور او في خلال 8 شهور ان انت تتعلم الحاجة اللي تقدر تشغلك، بحيث ان انت تدور على شغل. ولكن خليني اقول لك تكلفة الموضوع دوت، عشان تكلفة الموضوع ده هتكون مش سهلة. يعني بالعكس، انت بعد ما تشتغل، يعني لو انت قعدت 8 شهور والثمان شهور دول انت فضلت ان انت تذاكر وان انت تقدم على شغل واشتغلت، انت بعد ما تشتغل انت هتضطر غصب عنك ان انت لازم تذاكر، لان انت هتوصل في مرحلة لازم هتحتاج فيها الاساسيات. احب اقول لك ان انا اشتغلت في الموضوع دوت، أو ما زلت يعني شغال في البرمجة. وانا جونيور انا احتجت الاساسيات، وانا ميد ليفل محتاج للاساسيات، انا داخل على السنيورتي، على مرحله السنيورتي وبرضه انا محتاج للاساسيات. ولكن انت بتحتاج لها بطرق مختلفه، وكل لما بتعلى في السلم الوظيفي انت بتضطر غصب عنك ان انت تحتاج للاساسيات وبتحتاج لها بشكل اكبر. فخلي بالك الثمن اللي انت هتدفعه كبير جدا قدام. فلو انت ما عندك المقدره الماديه ان انت تعيش سنتين كاملين، عيش ومفيش مشكله. لو انت ما عندكش المقدره مفيش مشكله، اتعلم في ال7 8 شهور دول، ولكن انت هيكون عليك لود وحمل اكبر بسبب ان انت هتشوف التطورات الجديده في شغلك ولازم ان انت تذاكرها، وهتشوف الاساسيات لازم برضو تذاكر الاساسيات. ويمكن هنا تسالني هو ايه الاساسيات ديت اصلا؟ الاساسيات برضو في ناس بتقسمها لنوعين. الاساسيات العاديه اللي هي الانتجرز واللوبس والحاجات دي والكنترول فلو وكل الكلام دوت، ودي حاجه ما تعتبرش اساسيات، دي بس ازاي تبرمج او ازاي تتعامل مع الكمبيوتر، ازاي بس تمد ايدك في الكيبورد كده وتفهم انت عاوز تعمل ايه. انما الاساسيات اللي انا بتكلم فيها هي الاو بي، الالجوريثمز، الداتا ستراكشر والديزاين باترنز.
الحاجات ديت مهمة جدا، ممكن ان هي تنقلك في حتة تانية. وكل اللي انا قلته دوت هي عبارة عن حلول سهلة ما عدا الاو بي هي بارادايم او طريقة كتابة في الكود، ولكن بقية الحاجات ديت الالجوريزمز والداتا ستراكشر والديزاين باترنز هم عبارة عن حلول سهلة انت بتقدر تستخدمهم عشان خاطر ان انت تحسن من جودة الكود بتاعك او تحسن من البرفورمانس او الاداء بتاع البروجرام بتاعك. فالحاجة ديت مهمة جدا وهتحتاجها مهما حصل، انت لازم ان انت تحتاجها، خصوصا لو انت فرونت اند، لو انت باك اند، لو انت بتشتغل في اي حاجة ليها علاقة بعالم البرمجيات، انت محتاج الاساسيات. ده شيء ما فيهوش نقاش. ويمكن انا قلت لك ايه هم الاساسيات، وهم الالجوريزمز والداتا ستراكشر والاو بي والديزاين باترنز. ولكن برضو لو انت شخص مش عارف ازاي تتعامل مع الموضوع دوت، حاول ان انت تروح لحاجه زي الرود مابس. في موقع اسمه رود ماب دوت اس اتش بيقدر ان هو يقدم لك رود مابس لمجالات كتيره جدا. ولكن بالنسبه للمجالات انا ممكن ارجح لك، لو انت شخص في الاول حاول ان انت تخش في حاجه ليها علاقه بالويب ديفلوبمنت او بالموبايل ديفلوبمنت. فانت عندك رود ماب فور فرونت اند ديفلوبمنت، فور باك اند ديفلوبمنت، وعندك رود ماب ثالثه للموبايل ديفلوبمنت. فحاول ان انت تخش في دول، لان دول من الحاجات السهله اللي ممكن الناس ان هي تتعلمها بسهوله. هو مش سهل قوي يعني، مش سهل خالص ومش صعب خالص، سهل ان انت تتعلمهم، بحيث ان انت هيخليك ان انت تخش في الشركات عشان خاطر تعرف اصلا ازاي الشركات بتتعامل مع الموضوع دوت، او بتتعامل مع الابليكيشنز، وازاي ان هم بيبنوا ابليكيشنز، وازاي ان انت تفهم البيزنس ريكويرمنتس والحاجات ديت كلها. حاول ان انت تفهم المجال دوت. الحاجات دي بتكتسب عن طريق الخبرة بالاكسبيرينس بتاعتك. فحاول ان انت تتعلم المجالات دي، لان دولت ابسط مجالات، اسهل مجالات. ولو انت ربنا كرمك وقدرت ان انت تخش في الفيلدز ديت وقدرت ان انت تشتغل عن طريقها، حاول بعد كده ان انت ممكن تجمب في حتت تانية مختلفة. يعني انت مثلا لو فرونت اند حاول ان انت تروح للباك اند، لو انت باك اند حاول تروح للويب ديفلوبمنت. دوت بشكل ما بيوسع مفهومك عن العالم بتاع البرمجة، او طريقة صناعة كل حاجة بتتبنى ازاي، لان البرمجة اقسام كتيرة جدا. فانت بتشوف كل صناعة او صناعة كل قسم بتمشي ازاي. الموضوع دوت بيكون برضو مفيد ليك، لان انت بتزود من معرفتك. وفي حاجات تانية بتكون بعيدة عن الموضوع دوت، او بعض المجالات بتتطلب منك خبرة في الاول عشان تفهم برضو البيزنس ريكويرمنتس والحاجات ديت. فلما بتنقل او بتشفت في مجالات تانية، المجالات ديت بتكون اصعب شوية، ولكن بتبقى بنفس مقدار الصعوبة بتاعة تعلم الفرونت اند وانت جونيور. فلما بتبقى سينيور وبتنقل في مجال تاني، الموضوع بيكون سهل وبسيط ومفيهوش مشكلة. ومن بعض المجالات ديت هي الاي اي والسايبر سيكيورتي والديف اوبس والداتا اناليسيس. وفي الاخر حابب اقول لك ان عالم البرمجة عالم كويس وجميل جدا، وبجد من اهم الحاجات اللي ممكن تستثمر فيها، لان هي مهارة حتى لو انت مش هتشتغل بيها، هي مهارة مهمة بتفيدك حتى في عملية الاوتوميشن، او ان انت تعمل اتمتة لحاجات كتير قوي في يومك. بجد الحاجة دي ممكن توفر عليك وقت كبير، واهم شيء هو وقتك. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وانزل ادينا رأيك في الكومنتات، وادينا رأيك في السلسلة الجديدة. وبس، السلام عليكم.